السلام عليكم على اجمل واغلى اخوات في الدنيا، كل سنه وانتم بالف خير يا رب. ما زلنا بقى مستمرين. اللي لسه ما عملتش الحلاوه بقى يلا كده اجمع حن. ربع كيلو بقى من السمسم، ربع كيلو من السوداني، وربع كيلو من الحمص، اي اعلاف انت بتحبيه. هنبتدي نجيبها ونعملها بالطريقه دي. سمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم امين يا رب. كل سنه وانتم بالف خير يا رب. لايك للفيديو بقى وتابعوا الفيديو الاخير عشان تطلع من ايدك احلى حلاوه، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. اول حاجه بنجيب بوك معانا على النار او حله او طاسه اللي موجود عندك، ويستحسن يكون ألمونيوم علشان بيظهر الحاجه اللي انت بتشتغلي فيها ما تغمقش منك او تتلدع منك. ده نص كيلو من الحمص، تقدري تجيبي ربع كيلو على قد امكانياتك. النار هاديه متوسطه كده وايديكي فيه ما بتسيبوش خالص. المهم ان احنا عايزينه جاي من المحمصه اللي هي بتبيع اللب والسوداني دي، نضيف ومتغلف. فانا قلت برضو يا دوب اسخنه بس كده، اديله تسخينه بحيث ان انا اقدر امسكه. بعد ما سخنته ما تتكيش عليه في التحميص عشان الحاجه ما تمررش معاكي. جبت الطاسه بتاعتي وحطيت فيها نفس الطاسه، هي يا دوب مسحتها بمنديل بس. حطيت فيها كوبايه وربع من السكر، كوبايه وربع من السكر، وحطيت معايا تلت كوبايه من الميه. تمام كده، احنا مش عايزين نعمل بقى يعني شربات خفيف هنحط ميه كتير ونقعد جنبه لغايه ما يعمل، لا. حطيت تلت كوبايه من الميه، حطيت كوبايه وربع من السكر، عصره ليمونه كامله لان دي كوبايه وربع من السكر، انما لو انت حاطه نص كوبايه او كوبايه الا ربع بتحطي عصره نص ليمونه بس. حطيت عصره ليمونه كامله وتكون كبيره كده ومليانه ميه، وببتدي اشيل منها اي بذور وقعت معايا او تصفيها في قلب المصفى الصغيره بتاعه اليانسون دي او العصار. معايا بقى ربع كوبايه من الجلوكوز تكون مليانه حلوه كده، ونزلت بالمكونات دي كلها على بعضها من غير ما اقلب. سيبته بقى كده يغلي معايا على النار، على نار هاديه، ورحت جبت بقى الصاج اللي انا هشتغل فيه. الموضوع ده عايز سرعه يا جماعه، مش عايز ان احنا نركن جنب الحاجه. بدهن من تحت دهنه خفيفه كده بحيث ان الكيس اللي انا فاتحاه كيس التلاجة العادي خالص اللي بنفرز فيه، بتفتحيه كده من اليمتين وبتثبتيه على الصاج بتاعك او الصينيه اللي انت هتشتغلي فيه، ويكون الحرف بتاعها رفيع جدا، ما تعمليش حرف تخين ابدا. خلصتها ورحت كده على البوتاجاز، لقيته خلاص غلى. في المرحله دي بقى ابتدي ان انا اقلب اهو، شايفه. جبت بوله فيها ميه بقى، واخد نقطه كده من السيرب بتاعي او الشربات بتاعي، واشوف بقى الاختبار اللي احنا هنعمله. عايزين كرة صلبة وكرة لينة. الكرة اللينة مش هتنفع معانا، هيندغ معاكي الحلاوة وفي الاخر كده هتبقى مش مستحبة. جربتها لغاية ما ادتني كرة صلبة حلوة كده. يعني ايه كرة صلبة؟ حاجة تتكون كده وتبصي تلاقيها بتتكسر معاك. خدت نص الكمية بالعين كده بالنظر، نزلت عليها بقى. بس المرحلة دي بقى بصي بسرعة بسرعة بسرعة. لازم كنت ادهن المعلقة بالزيت. انا طبعا ما دهنتهاش بالزيت واتلبخت. بس انت خلي بالك بقى وانت شغالة بتدهني الصاج بتاعك، ادهني كل الادوات اللي معاكي بالزيت. انا بقلب اهو على قد ما بقدر، وهنزل الحاجة بسرعة بتتقل معايا. طبعا ما بحبش احط كراميل كتير او شربات كتير، ما بيبقاش حي مستحب كده. فبصي، احلى حاجة ان انت تحطي كوباية وربع للكيلو، كوباية وربع للكيلو، ولا منها كوباية ولا منها كوبايتين، كوباية وربع، بتطلع تمام وجميلة قوي. بصي بقى كده، ما شاء الله. بجيب كيس بقى، الكيس طبعا انا كنت دهنه فاتحه كيس تاني ودهناه، والكيس ده هيساعدني قوي. والحرف بتاع الصينيه علشان السمك بتاعه رفيع قليل حلو خالص. معاكي مردانه بقى، معاكي فراده صغيره زي اللي انا بشتغل بيها كده بايديكي، بس ما شاء الله يعني سخن جدا ملهلب. ربنا يكفينا النار وعذابها يا رب. بجيب بقى، جبت مقطع او اي سكينه او اي خشبه برواز قديم عندك، وتعملي وتفردي زي ما انا عملت كده. بقيت الخليط اهو، يبقى احنا عملنا في خطوه واحده. طب هو يا نجلاء ما بردش؟ لا والله ما برد، ده في ثانيه، لان انا فردت. بصي بقولك عايز سرعه، ايدك تبقى سريعه، ما يكونش معاكي حد في المطبخ، ما تكونيش بتعملي حاجه تانية غير الحلاوه. اللي يقولك اعملي الحلاوه جنب طبيخ ولا اي كلام من ده وانت شغاله، لا. بتبقى عايزه تفرغ، وبتبقى عايزه، هي بتاخدش وقت خالص، بتاخدش في ايديكي نص ساعه فرد وكراميل كل حاجه. بس هي مش عايزه ان انت تتلبخي او دماغك تروح لحته تانية، تكوني بتعملي اي شغله تانية، في ثانيه تلاقي الكراميل يتحرق معاكي والحلاوه قفشت معاكي.
بصي بقى كده، انا سلكت بقى كده ودهنت الاسباتيولا زيت، وابتدي ان انا ايه بفرد بقى. سلكت كله، هجيب بقى الكيس، اسهل حاجه والله. الكيس اهو شلته من هنا، وهقوم جايه ايه حطاه فرده بيه في ثواني. اه ممكن تلبسي كلافز بقى او اي حاجه تفردي بيها زي ما انا بعمل كده، وبيطلع معاكي بقى سمكها حلو قوي يا جماعه. السوداني طبعا جايباه من المقله نص كيلو، الاتنين دول ب100 جنيه. الكيلو اللي هو العلف المشكل ده ب100 جنيه. ممكن بقى تعملي السمسم، وانا عامله لك السمسم. والسمسم بيحب ان احنا بنحط له الشربات بتاعه شويه، يعني مش قليل، لا بيبقى كتير شويه. بوريكي ان انا حاطه زيت في البوله، وبدهن اي حاجه ان انا ايه شغاله بيه. سبت بقى الحاجه ديت لما اتشمعت، مش عايزه اقولك انا سبتها ساعه ولا نص ساعه، والله ما كملنا 10 دقايق. وقلت اما اروح بقى كده اقطعها، علشان ما تعملش معايا زي السمسمية وتقفش معايا. على طول قمت جايه، مع اننا في الصيف بس هي على طول بتجمد معايا. جبت السكينة، قلت بقى اقطع بالكيس، لا قمت جايه ايه شايله السكينة كده دهنها زيت، وابتدي انزل بقى ايه بالتقطيع كده. بصي هي لسه طرية، ما نشفتش قوي. فالمرحله دي ان انت تقطعيها وهي لسه طريه كده، ما بين ان هي شفشفت وما بين ان هي لسه طريه، بتبقى سهله جدا بالنسبه لك. يبقى ما تكمليش ال10 دقايق وانت واقفه جنبها كده اهو تعمليها. انا كنت شغاله فيها بالليل، وطلعت بسم الله ما شاء الله زي الفل. وقطعناها ورصيناها وكلناها، وكل سنه وانتم بالف خير يا رب. عودها عليكم وعلى كل حبايبكم بألف خير، بالستر وبالصحة وبالراحة، وبكل حاجة حلوة في الدنيا. كل أحبتي في الله وكل الأمة الإسلامية يا رب. تمام كده، بعد ما قطعتها بقى كده سبتها شكشكت شوية. جيت بقى ان انا ايه اكمل عليها ايه تقطيع. طبعا نشفت شوية معايا، هكمل عليها تقطيع ونبتدي نرص فيه. تحطيها بقى في اكياس مغلفة، او تحطيها في استريتش راب، تقطعي قطع كده من الاستريتش راب وترصيها، وفي علبة وتخليها عندك، مش بتتحط في التلاجة، مش بيجرى لها اي حاجة. نسيت اقولك ان احنا حطينا في الشربات نص معلقة من الكربونات، ودي مهمة جدا، بتخلي السيرب بتاعك هاشش. بتخلي السيرب هشش، وبتخليه بيفور كده، وبتخلي الحلاوة معاكي ما تقفش ولا تعض تحت لسانك، بتخليها هشة وطرية، بتدوب كده بسم الله ما شاء الله. احلى حاجة حلاوة نوع الولاد بيحبوه كانت هي السودانية. بألف هنا وشفا على قلوبكم، وعلى قلوب ولادي وولاد حبايبكم يا رب. كل سنة وانتم بألف خير يا رب. شايفة بقى ادتني كمية حلوة قوي من حاجة بسيطة كده ومن ما فيش. اتمنى النهاردة الوصفة تكون عجبتكم، وكون ضيفة خفيفة عليكم. واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة. لايك وشير كده للقناة، ولو اول مرة تشوفيني فعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد يا قمرية ان شاء الله. شايفة بقى طلع لي كمية قد ايه. وطبعا الفرافيت اللي بتطلع دي كلها مش بتترمي، بتتاكل. والله كمية حلوة قوي يا بنات. يعملوها لو لسه قدامك وقت، اهو قدامنا اسبوع كامل على مولد النبي. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله ليله المولد هتقدري تعملي العلف اللي انت حباه. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.